إذا هنيئا لكل مشجعي الكوكب المراكشي عودة فريقهم للقسم الوطني الأول بعد 6 سنوات من الغياب. لعب فيها في قسم الهواة والقسم الوطني التالي، وبالتالي العودة للمكان الطبيعي. وما لا يعلم البعض أن الكوكب المراكشي يمتلك في خزينته 9 ألقاب، منهم لقبين للبطولة و6 ألقاب لكأس العرش ولقب للكونفدرالية الإفريقية. الصعود جاء بعد تعادله بمدينة وجدة مع المولودية بهدف لمثله، مستفيدا من خسارة رجاء بني ملال على ملعبه ب1-0 أمام شباب أطلس خنيفرة، وبالتالي الفارق 5 نقاط بينهما. الكوكب في الصدارة ب52 نقطة، ورجاء بني ملال ثالثا ب47 نقطة، وبالتالي 5 نقاط قبل جولة من النهاية، وبالتالي تأكد صعود الكوكب المراكشي رسميا للقسم الوطني الأول الاحترافي. وكما تعلمون أن نادي الكوكب لديه جماهيرية كبيرة في المغرب، وبالتالي هذا إضافة جيدة للقسم الوطني الأول. لا يجب على جماهير مراكش أن تعتبر خبر الصعود خبرا استثنائيا، إنه خبر عادي جدا، وعلى الغيورين على الفريق دخول الميركاتو بقوة، الغيورين أن يساعدوا الفريق للدخول في الميركاتو بقوة لكي يثبتوا الأقدام بالقسم الوطني الأول، لأننا لا نريد أن نرى الفرق التي لا تمتلك جماهير في قسمنا الأول، لأن ذلك يسيء للبطولة. كيف تشاهد المباراة والمدرجات فارغة؟ هناك العديد من الفرق التي تمارس في القسم الوطني الأول ليست لديها جماهير وتمارس ودائما تبقى في القسم الوطني الأول، وهذا ما لا نريده في بطولتنا الاحترافية. على البطولة الاحترافية أن تكون فيها فرق ذو جماهيرية كبيرة، لذلك نتمنى أن تبقى الكوكب المراكشي ثابتة الأقدام في القسم الوطني الأول.